متابعي القناة ومشتركيها. سامحوني، يعني انا ما راحش ندير معكم حلويات، لكن انا حضرت حلويات اليوم. بسم الله بديت بحاجه بسيطه، ما رايحاش نكثر، راح ندير حاجه على حسابي. قلت نوريكم النتيجه. فعلا قاطو هايل، حلوه رائعه جدا جدا والله. صراحه المقادير بسيطه وسهله، وكذلك البنه والطراوه ما نقولكمش. درت هنا هذا صابلي، يعني نوعت في الديكور فقط. صابلي هذا بالفلون وكريمه الزبده، بالفلون كريمه الزبده. درتو بالفلون كريمه الزبده. كريمه الزبده يعني لصقت حبه بحبه، او ميم طون راني دايره له لداخل كونفيتور، معجون لداخل، ومن الفوق درت له الطليه وزينت حبات، زينتهم هكا بعجينه السكر. عجينه السكر انا شريتها جاهزه وخدمت الوردات. يعني انا لاحظت انه الباكيه تاع الورود، هذا الورود هادو كنت ساومتهم، لقيتهم باكيه صغيره تقريبا فيها واحد 20 حبه، ما هكاك تقريبا 20 حبه ب 12000. يعني ما راحش تكفي، ما راحش تخدم لك، يمكن اقل من 20 حبه. قلت علاه لا، انا ما نديش عجينه سكر بيضاء، شريتها ب 15000. وانتي خدمي كيما تبغي، خدمي الكبير، تخدمي الصغير، تخدمي نوع اخر دي بابيون على حساب المول اللي عندك انتي في الدار وتبغي تزيني به. هذه هي الصابلي تاعي، قلنا بالفلون وكريمه الزبده. تزيين بسيط، انا نبغي البساطه. وهنا درت صابلي عادي جدا كما راكم تشوفوا، والتزيين يرجع ليك صابلي، والمقادير تاعو ايضا بسيطه. اللي بغات المقادير ما عليها غير تكتب لي في التعليقات وراح نعطيها المقادير بالضبط. هنا دار لي 30 حبه في 125 غرام تاع مارغرين، 125 غرام مارغرين دارت لي 30 حبه. هذا هنا خدمت 250 غرام، والله ما على باليش شحال دارت لي من حبه. سنو فقط تقريبا 10، تقريبا واحد 22 حبه 23 حبه هكا، لانه هذه اكبر من هذه، انا صغرتها هنايا على هذا مدلي في 125 غرام 30 حبه. تقدري تكبري الحبه تاعك او تنوعي، ديري قلب او ديري، المهم الشيء اللي يريحك، فقط الذوق والتزيين يرجع ليك. مازال ما كملتش كاطو، يعني ما رايحاش ندير حاجه بزاف. يلا ما رايحاش نقول لكم واش راح ندير، لانه راح نخليها بعد ما نصور المره الجايه الشيء اللي راح نديرو ونوريه ليك. درت 2 انواع اليوم فقط. كاينه حاجه فقط راح نوريها لكم، استنوا فقط، استنوا. دوك نوريكم. نحي هذا منا ونوخر هذا منا. هذا العسل كما راكم تشوفوه انا نخدمه في الدار، انا ما نشريش العسل، نخدمه في الدار كما راكم تلاحظوا. ثقيل وهايل، وتخدميه بطريقه بسيطه جدا بلا ما تشريه. راح يكلفك اذا شريتيه، ما على باليش شحال راه يدير. عندي مده ما شريتش العسل، لكن بكيلو نتاع سكر تقدري ديري هذه الكميه نتاع العسل، هذه الكميه نتاع العسل راكم تشوفوا في الكثافه تاعك كيفاه دايره. تقدري ديري به مشوك، مقروض، او الى قريوشه او اي حاجه معسله عندك، او حتى بقلاوه. المهم هذا هو العسل تاعي. راح تلقاو طريقه عمل العسل في قناتي عالم ام ايمن من الجزائر.
هذا هو الشيء يعني اللي بغيت نقدمه لكم. حلوياتي البسيطه، مازال راح نقدم لكم حلويات اخرى ان شاء الله، يعني حاجه خفيفه قلت لكم ماشي ياسر، لكن كل واحد ومقدوره، كل واحد يدير الشيء اللي يريحو وما تكلفيش نفسك تاني. اقل التكاليف تقدري ديري صابلي نوع زعما صابلي مقادير واحده، وتنوعي في التزيين وتنوعي حتى في الاشكال، بلا ما تبقاي تخمي اش راح ندير واش راح ندير واش راح ندير. هذه هي. المهم تهلاو في رواحكم، نقول لكم صحه فطوركم. نتلاقاو باذن الله في الفيديو القادم. اللي بغات المقادير والطريقه ما عليها غير تكتب لي في التعليق، واكيد راح نكتب لكم المقادير، وما تامنوش والله ذوق روعه. هذا اللي قلت لكم بالفلون راه فيه ايضا فيه مقادير اخرى من غير الفلون. نشوف تعليقاتكم ومن بعد نكتب لكم مقادير. تحيه طيبه، مع الف سلامه. ما تنساونيش الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، اعجاب وتعليق ضروري، ونتلاقاو في الفيديو القادم. سلام.